السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا للفراخ بطريقة حلوة وبسيطة وسهلة جدا، وتتبيلة رائعة للفراخ هتدي للفراخ لون وطعم وريحة تجنن. جربوا الوصفة دي، هتعجبكم وهتحتملوها بإذن الله، هتنفعك في رمضان وعلى سفرة رمضان. يلا يا حبايبي نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونقول الوصفة الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي، والفراخ المستوية اللي دايبة دوب دي باللون والطعم والريحة عملناها ازاي. بس يا حبايبي اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش اللايكات والاشتراك في القناة، وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. يلا نسمي الله ونقول الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا انا عندي الفراخ بتاعتي، عايزة تجيبي فرخة 2 اوراق بس فراخ زي ما انتي حابة. وبعد ما غسلناها كويس جدا، اهم حاجة في الفراخ الغسيل. بعد ما غسلناها كده هنجيب السكينة وهنفتح الفراخ بتاعتنا بالطريقة دي عشان تدخل التتبيلة فيها وتديها اللون والطعم الجميل، وتاخد الفراخ من التتبيلة اللي احنا عملناها. بعد ما قطعنا الفراخ بتاعتنا كلها، يلا نشوف التتبيلة بقى اللي هتدي للفراخ لون وطعم وريحة كمان. اول حاجة هنا عندي بصلتين وحبيتين من الطماطم، والبهارات بتاعتي بهارات فراخ، ملح، بابريكا، والبهارات المشكلة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر والكمون ودبس رمان. وهنا عندي ربع كوباية من الزيت، وعندك بقى حبة الفلفل الحراق البارد زي ما انت حابة. وهنجيب الكبة بتاعتنا وهننزل بكل المكونات دي في الكبة. التتبيلة دي جميلة جدا، وهننزل وهنضرب كل المكونات بتاعتنا مع بعضها، وهننزل بالتوابل. وهنا حوالي كده معلقتين من دبس الرمان، بتديها لون جميل جدا وطعم كمان. وبعد ما ضربناهم كده في الكبة هننزل بالخلطة الجميلة دي على الفراخ، ونحاول بقى ان احنا ندخل التتبيلة في قلب الفراخ، الفتحات اللي احنا عاملينها. واحنا نسيب الفراخ دي بقى في التلاجة كده ساعتين لو انت مستعجلة، ولو انت عايزة تسيبيها ليلة كاملة هتديكي بقى طعم للفراخ جميل جدا. عايزة تعمليها قبلها بليلة اعمليها وحطيها في التلاجة. انا سبتها سيبها ساعتين، وبعدين هعمل الوصفة بتاعتي. هنا بقى عندي شرايح من الطماطم هرصها هنا في الصينية، وشرايح من البصل. الوصفة دي عايزة تحطي فيها اي خضار، بطاطس، جزر، فلفل الوان، لو عندك اي خضار انت حباه حطيه في الوصفة دي، هيبقى جميل جدا. انا هنا استكفيت بالبصل والطماطم، وهنوزع الطماطم والبصل في الصينية بتاعتنا. بعد ما وزعناهم كده هنبدأ نرص الفراخ بتاعتنا على الطماطم والبصل. الفراخ بتنزل العصارة اللي فيها والطماطم والبصل، واللي هيبقى مكرمل وجميل جدا. هتاكل الخلطة اللي تحت دي قبل الفراخ بإذن الله. وهنرص الكمية بتاع الفراخ اللي احنا عملناه. وبعد ما خلصت الكمية كده ورصيناها، انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. وبعد ما كده وزعناها على الصينية هبدأ احطها في الفرن. وبعد مرور كده نص ساعة بجيب بقى الصوص، واهي بوزعه على الفراخ، بمسح بيه الفراخ كده عشان يدينا اللون الاحمر الجميل. وبعد ما خلاص استوت وبقت جميلة جدا، بالهنا والشفا. وشايفين الخلطة اللي تحت الفراخ جميلة جدا.
ويلا يا حبايبي، ايه رأيكم في الوصفة دي؟ لو عجبتكم ما تنسنوش في اللايكات والاشتراك في القناة. هسيبكم في رعاية الله وأمنه.